On a notre propre identité. En fait on est fiers d'avoir la culture arabe aussi, mais la culture arabe est très récente au Maroc. Du coup, il y a d'autres racines qui sont très très profondes et malheureusement qu'on commence à oublier aujourd'hui. Et du coup, en fait, le mix qu'on a, les instruments qu'on a, ils sont forts. Mais malheureusement, je trouve au Maroc que nos instruments traditionnels, ils ne sont pas dans le conservatoire. بداية مهدي، مرحبا بنا كاملين في فاس، وعرفنا بأن هذه أول مشاركة ديالك في هذا المهرجان ياك؟ هذه أول مشاركة ديالي في المهرجان ديال فاس صراحة. وي أول مشاركة وأنا فرحان بزاف اللي جيت لهذا المهرجان هذا العام، وفرحان كذلك ملي غادي ندير هذا اللقاء مع بارفاتي بول اللي جاتنا من الهند. شنو موجدنا انت والفنانة الهندية في السهرة اللي غادي نشوفوها غدا إن شاء الله؟ هو هاد الفنانة هادي كنت تلاقيت معها ديجا في 2011 في الهند. كنت في واحد الجولة في الهند وفي راجستان، تلاقينا في واحد المهرجان وتلاقينا كنا في مجموعين في نفس لوطيل وهضرنا شويه. تكلمت لي على الثقافه الاصيله ديالهم ديال الهند، ديال المنطقه ديالها. هي تجي من لي بول، البول كاينين جهه كالكوتا في الشمال الشرقي ديال الهند. وتحدثت لها انا على الثقافه ديالنا ديال شويه موسيقى قناوه. هضرت لها على الموسيقى اللي عندنا في تارودان، الموسيقى ديال سوس، موسيقى مزيغيه، موسيقى ديال عيسى واحمد شاو. ولقينا بان عندنا تقريبا نفس النقط مشتركه في بعض التقاليد وفي بعض الموسيقات، في بعض الايقاعات تيتشابهوا. وبقينا في 2011 تفرقنا باش نقولوا ان شاء الله تجي فرصه باش نديروا شي عمل مشترك. حتى لدابا 2016 جات فرصه، وتنشكر بزاف مهرجان فاس اللي عاود جمعنا عاوتاني باش نشتغلوا مجموعين. كنعرفوا بان الايقاعات الهنديه مختلفه نوعا ما على الايقاعات ديال القناوه، وزعما قدرتوا تجمعوا بين هاد الايقاعات وتعطيو واحد الموسيقى اللي تقدر تجمع بين الفن الهندي والفن ديال القناوه، موسيقى قناوه. هو فاش تنقولوا موسيقى هنديه تنمشيو للموسيقى الكلاسيكيه الهنديه ولا الموسيقى اللي تنسمعوا في الافلام. ولكن الهند فيها بزاف ديال الموسيقات اخرين، بحال مثلا فاش تنقولوا لي جيتون اللي هما الغجر، اصلهم كامل من راجستان. يعني راجستان هي واحد المنطقه في الهند اللي هي منها خرجوا الغجر ديال العالم كامل، الفلامينكو في اسبانيا ولا كل شيء. هادو الاصول ديالهم جاو من راجستان، وعندهم واحد بحال القرقبه كاستانيت ديال راجستان عندها حتى هي اصول قديمه. يعني فاش تنبحثوا مزيان في الموسيقى الهنديه تلقاو بعض المناطق عندها موسيقات قريبه لينا، متقربه لينا شويه. وكما تنعرفوا بان الغيطه، عندنا الغيطه في المغرب. هاد الآلة هادي ماشي إفريقية، هي ما عمرها كانت آلة إفريقية، الأصول ديالها هندية. ولكن حنا دابا في العرس اللي مادة الطبالة والغياطة راه بحال ما ديتي الهدية في العرس. يعني ها واحد الآلة هي أصلا داخلة على المغرب، واخا عرفناها من جدودنا وسميتو، ولكن هي آلة ليست إفريقية أصلا. الأصول ديالها هي أصول هندية وباكستانية، ومن تما جاتنا الغيطة. يعني قبل جدودنا ما كانش عندهم الحدود، ما كانش عندهم دولة المغرب، دولة الهند. الجدود عبر التاريخ كانوا تيسافروا ويمشيو يجيبوا الثوب من الهند ويجيبوا العاج، والهنود تيجيو لهنا يجيبوا الملحة من هنا ويجيبوا الذهب. يعني كانوا تيشاركوا كاع المسائل لا في الكوميرس، زعما لا في التجاره ولا في الفن، حتى الثقافه كانوا تيشاركوا الثقافه. بنو بطوطه راه كانت توا في الهند واحد الوقت، من الناس كاع اللي شافوا الهند وجابوا لنا الصور اللي كانت. ما يعني الناس قبل ما كانش عندها الحدود، والحمد لله عن طريق الثقافه. وسيرتو اليوم احنا محتاجين لهذا النوع، محتاجين لتقارب الشعوب، محتاجين لهذا الشيء بزاف، محتاجين. وعبر الثقافه الحمد لله هي اللي يمكن تقرب الشعوب من غير النظر الى الديانه، من غير النظر الى اللون، من غير النظر الى العرقيه، من غير النظر الى السياسه كذلك. سبق وصرحتي بان وقلتي ان فن قناوه عنده ديانه ديالو خاصه.
شنو التفسير ديالك؟ شنو التفسير؟ لا ماشي داكشي اللي قلت بان القناوه في التاريخ قبل ما يجيو للمغرب كانوا دي فودو. لي فودو كانوا قبائل بامبارا، كانوا قبائل فلاني، كانوا تيمارسوا العادات ديالهم. يعني الناس ما كان عندهم الدين ديالهم هو هذاك لو ريتويال ديال لي فودو. لو ريتويال يعني كانوا عندهم 7 الالوان وكانوا تيديروا هاد الليلات وكان الدين ديالهم هو هذا. مثلا في البناء فاش تنرجعوا للتاريخ وتنشوفوا البنين ولي فودو كان دين سميتو فودو. من بعد فاش جا ليسكلافاج جات العبوديه، الناس البيضين كانوا تيدوا الناس الكحلين تيخدموا عندهم، يعني الناس الكحلين ما كانوش احرار. دونك الناس البيضين جاو خداو الناس الكحلين من البناء وبغاو يدوهم من بلايص اخرين. اشنو هما هاد البلايص؟ هو شمال افريقيا اللي حنا تنتواجدوا فيه اللي هو المغرب، هو امريكا وامريكا اللاتينيه يعني هاد الناس فاش خداو هذوك لي فودو جابوهم للمغرب. المغرب كان فيه الدين اللي كان فيه هو الاسلام. يعني هاد الناس كانوا عندهم شي تقاليد، دوك التقاليد اللي كانوا هما تيعتبروهم الدين ديالهم ولاو خلطوهم مع الاسلام. وهو هادشي اللي عندنا اليوم. يعني دابا فاش تنشوفوا تقناويت تلقاو بان تقناويت تتغني الكلمات، اغلب الكلمات ديالها هما كلمات اسلاميه، ولكن الطقوس ديالها ليست اسلاميه. الناس اللي تيذبحوا الجديل ولا يذبح المعزه لا العشاء هذا ما كاينش في الاسلام. متفقين؟ ما كاينش في الاسلام. يعني وقع واحد الخلط وواحد المزيج ما بين التقاليد والثقافات والديانات اللي هو اللي ولاش وصلنا اليوم. يعني هاد الشيء اللي وصلنا اليوم هو مزيج بين هاد ثلاثه الحوايج. وحتى لي فودو اللي مشاو للبرازيل مثلا ولا مشاو لامريكان لقاو المسيحيه، ولكن باش يبقاو يبراتيكيو، باش يبقاو يطبقوا هذوك التقاليد ديالهم خصهم ادابتيهم. il faut les adapter avec la religion. هو خصهم كيفاش نقولوا ادابتيو؟ يتاقلموا. خص يأقلموهم ما نقولوش هكذا. فوالا خص يتأقلموا مع الديانه اللي كاينه في البلاد باش يعيشوا، باش يقدروا يعيشوا. يعني هو تقريبا شفت لي فودو ديال هايتي. كنت في هايتي درنا واحد المشروع بين قناوه والفودو، لقيت ان التقاليد هما تقريبا نفس التقاليد، غير هذوك تيديروا دوك التقاليد بالمسيحيه وحنا تنديروا التقاليد بالاسلام. يعني وهذا اللي جعل بان المغرب عنده واحد البصمه مختلفه في العالم كامل، لان عندنا واحد المزيج ما بين بزاف ديال الثقافات وبزاف ديال التقاليد وبزاف ديال اللغات. يعني مثلا المغرب عنده ثقافه امازيغيه اللي هي اقدم الثقافات في المغرب، ثقافه يهوديه كمان، حتى هي عندنا ثقافه يهوديه. اليهود راه كانوا حتى هما في المغرب من 3000 عام. وعندنا اصول افريقيه لان المغرب بلد افريقي، وعندنا اصول عربيه. هاد اللي هي اخر حاجه جاتنا هي العربيه. دونك هاد المزج ما بين هاد الثقافات كاملين والثقافه الاندلسيه اللي المغرب كان هو القنطره ما بين افريقيا واوروبا. يعني المغرب عنده واحد اللون سبيسيال في الموسيقى ديالته، وتنتمناو الناس المسؤولين يعيدوا النظر في الموسيقى شويه ديال المغرب، يعطوها واحد القيمه. مثلا هي الالات التقليديه ديال المغرب ما تنشوفوهاش في المعهد الموسيقي. يعني ما يمكنش نزيدوا لقدام الى ما بدينا من الالات ديالنا. دابا في المعهد الموسيقي فاش تنمشي نقراو الموسيقى تنقراو السولفيج اللي هو مزيان، ومن بعد فاش تنبغيو نديروا التخصص تنديروا التخصص بيانو ساكسوفون ولا. يعني انا ماشي ضد هاد الالات، بالعكس انا مع هاد الالات، ولكن ما نساوش الالات ديالنا اللي هما الات دابا اللي تيبقى فيها الحال. انا هو تيعيطوا لي بعض المرات في فرنسا ولا في ميريكان باش نمشيو نقريو الالات القنبري بطريقه اكاديميه وبطريقه بيداغوجيك شويه. يعني تنقولوا دوماج بلادي ما تتقراش فيها هاد الالات في الكونسيرفاتوار. ونتمناو من الناس المسؤولين ان شاء الله يحطوا لنا هاد الالات التقليديه، الرباب والغيطه واللوطار ديال رويشه الله يرحمه والقنبري وكاع هاد الالات التقليديه تعطى لها واحد القيمه باش ممكن بها باش بغينا نطوروا الموسيقى ديالنا. سبق لك وذكرتي بانكم بقيتي كتحيي الليالي القناويه بالطقوس الروحانيه ديالها، واش ما خفتيش من لاله عيشه تخرج لك ولا ما خفتيش شي حاجه؟ هو كما قلت لك، هو فاش تيكون واحد النوع ديال التناقض
هو هذا الشيء اللي قلت لك دابا في الاول. مثلا فاش يكون واحد النوع ديال التناقض، فاش تنشوفوا بان هذا النوع ديال الموسيقى، هو الموسيقى كي تنقولوا اصلا روحانيه. يعني انا الموسيقى فاش بديت الموسيقى القناويه بديت نحب بعدا، تنحب بعدا هذه الموسيقى هذه. يعني هذه الموسيقى هي اللي اختارتني، سلباتني، فهمتي. ومن بعد فاش بديت تنتعمق فيها، تعمقت فيها شويه وداك الشيء. كاين واحد الجو في الليله، واحد الجو روحاني اللي ما يمكنش نوصفو لك، ما تيتوصفش، هو تيتعاش، خاصك تعيشيه. و ميم طون في نفس الوقت تيبان ليا بان دوك الطقوس ديال الليله هما شويه تناقض مع الدين الاسلام. يعني هذا جاء نتج على الخلط اللي قلت لك قبيله، وقع ما بين التقاليد والديانات والثقافات. يعني مثلا كي قلت لك تنشوفوا مثلا الناس تيقولوا نورمالمون الدين الاسلام تيقول بان ما نطلبوا الا الله تعالى، نطلبوا الوحيد اللي يقدر يعطينا هو الله اللي خلقنا. وفي نفس الوقت تنشوفوا العيالات تيمشيو تيقولوا هذه الذبيحه لاله عيشه، هذه الذبيحه لمولاي ابراهيم، هذه الذبيحه. يعني هذا واحد النوع ديال التناقض. داكشي باش قلت لك هو في الاصل تقاليد، هو راه ماشي تقاليد اسلاميه، هي نورمالمون تقاليد افريقيه وكانت، ولكن ملي تلاقات مع الاسلام حاولت باش تادابتي، زعما باش تاقلم هذاك النمط التقاليد مع الدين اللي كاين في البلاد، وعطاه هكذا. يعني هو هذا الشيء اللي عندنا اليوم. والمعلمين والناس القدام مساكن هما تعلموا هذاك الشيء هكذاك. دونك تعلموا كما تعلموا على جدودهم، هو كما باقي تيمارسوه. حنا كذلك كما تناخذوا دابا سميتو تنحاولوا نمارسوه بنفس الطريقه. ولكن السبب اللي جعلني انني نحبس شويه هاد التقاليد المتعمق فيها، وهو هذا الجانب اللي فيه شويه الشعوذه وفيه الشرك بالله وفيه شي حوايج اللي هما متناقضين مع داك الشيء تنعيشوها. اخر سؤال لي هو على حسب الشكل ديالكم، على حسب الطفره اللي كديروها، على حسب اللباس ديالكم المدربل، واش ما حاولتوش زعما تغيروا هاد لو ستيل وتشوفوا شي ستيل معاصر زعما كجيل صاعد نتوما اللي حاملين المشعل ديال جدادكم في هاد الفن ديال القناوه؟ دابا من ناحيه اللباس، قلتي من ناحيه اللباس، ما عرفت واش عمرك شتيني لاعب في المنصه ولا سولتي هكذا شتي شويه. واللباس اللي تلبس كيبان لك اللباس ماشي لا هي بلاتي. دابا مع قلتي لي واش ما حاولتوش تطوروا هذا اللباس؟ يعني انت انا داخل معاهم. لا زعما بما انك انت من جيل الصاعد من حامل المشعل ديال الموسيقى قناوه، فهمتي؟ يعني وكون بحثتي شويه في داك الشيء اللي تندير، يبان لك بان شويه حاولت نبين. هو واحد القضيه نقولها لك، دابا اللبس ديال قناوه هو واحد اللبس من القديم. وكي قلت لك دابا الحاجه الموسيقى امتى الموسيقى بات الجيتار الكتريك، راه ما كانتش جيتار الكتريك دابا اللي تيعرفها العالم كامل، راه كانت جيتار والناس بحثوا فيها وحاولوا يطوروها حتى ولات دابا جيتار الكتريك، حتى ولات شركه ياماها ولات تصنع لي جيتار، حتى ولات فهمتي. والموسيقى كذلك، موسيقى السامبا فاش تنقولوا السامبا هي راه كانت موسيقى تقليديه بحال تقناويت، ولكن دابا فين ما قلتي السامبا في العالم تعرفوها. اشنو اللي جاب لهم هذا الشيء؟ وهو حبهم لهذاك الفن. هذه من المساله الاولى. المساله الثانيه وهو بداك الفن هما فخورين بداك الفن. يعني السامبا بدات في البرازيل ودخلوها الكونسيرفاتوار، يعني دخلوها المعاهد الموسيقيه، دخلوها المعاهد ديال الرقص. ومع ذلك هما لي بريزيليان تيقولوا حنا راه هذه الموسيقى راه هي رجاتنا من الافريق. يعني ما بالك حنا اللي في الافريق وتنقلبوا على حوايج اخرين وما تندوهاش في سميتو ديالنا. يعني الشغل ديالنا هو الاول، والحمد لله حنا دابا تندوروا العالم باش بالموسيقى ديالنا وبالموسيقى ديال البلاد. التطور، انا مع التطور ديال اخترعت اول قنبري الكتريك في العالم. يعني ديما تنقلبوا كيفاش هذه الموسيقى هذه توصل للعالميه، والحمد لله وصلها العالميه. هي بحد ذاتها راه موسيقى متطوره وموسيقى مودرن، زعما موسيقى عصريه. وكي قلت لك اون فوا حنا نساو بان هذيك الموسيقى راه هي الفولكلور، لان فاش تنشوفوا الموسيقى ديال القناوه هار في التسعينات كانت موسيقى مهمشه شويه، موسيقى ديال الناس تيطلبوا الناس تيدوروا معاهم في الزنقه وتيطلبوا في القهاوي، وموسيقى ديال العبيد ما كانوش حتى حرين، كانوا الناس غير عبيد.
والناس كانوا حاقرين هذه الموسيقى هذه. الصراحه في المغرب كانت موسيقى محقوره بزاف، ولكن بفضل مهرجان التصويره وملي جاو الناس موسيقيين كبار بحال بات ميتني، جا وين شورتر، ماركوس ميلر، جاو هاد الناس لعبوا مع هاد الموسيقى وقالوا موسيقى زوينه، عاد المغاربه ولاو تيقولوا موسيقى زوينه. وهذا تنقول دوماج، لانه تيولي بحال لا مود، بحال الموضه. دونك حتى جاو الناس الاجنبيين بينوا لنا الموسيقى اللي عندنا حنا من جدودنا، عاد حنا بينا نقولوا راه موسيقى زوينه، موسيقى فعلا عندنا موسيقى زوينه في المغرب. يعني باش ما تنتشبتوا بالاصول ديالنا، وباش ما كي تنقولوا الجديد له جده والبالي ما تفرط فيه. يعني حنا في 2016 كاين موسيقات اخرين، موسيقات معاصره، موسيقى الكترونيه، الموسيقات باش اللي تتكون اكسيسيبل، زعما تتكون سهل الولوج ليها، هي الموسيقى اللي عندنا دابا. ولكن باش الا ما نسيناش الموسيقى ديال جدودنا، بها بينا نوصلوا للعالميه، وبها بينا نطوروها، وهي اصلا راه موسيقى عصريه، وبنبقاو معاها بشويه بشويه حتى تولي واحد ستيل اللي موجود، اللي محطوط بحال جاز، بلوز، فانك، قناوه، حتى هو ستيل حاط القيمه ديالو. والناس تقول بان الاصول ديال البلوز والجاز هو بحال الفن القناوي. واكبر مثال وهو ان المغرب تيتواجد في القاره الافريقيه، واللون الاكثر افريقيه في الموسيقى المغربيه هو اللون القناوي. شكرا لك على هذه المعلومات القيمه اللي عطيتيها لنا على فن قناوه. شكرا اختي.